هذه المرثية كتبت على لسان الأخ توفيق محمد محسن القملي، يرثي بها شقيقه المغفور له بإذن الله عمر محمد محسن القملي، الذي توفي بعد عناء من مرض الفشل الكلوي. يعزي فيها والده ووالدته وإخوانه وأسرته وأهالي قريته وأهل ومحبي الفقيد. والقصيدة تحكي وتعبر بما فيها أداء الشاعر علاء الدين القادمي. تقبل الله الفقيد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا توفيق قال خط المداد واعلن للعزا والحداد، عم الحزن كل البلاد نرثي أخوها في جل. عمران أعلنت حزنها واللومي بالموت ابنها، يبكي كل من حلها فرقة ذيبها الراحلة. خطى المرثية قلم عبر عن عميق الألم، وبكي يا عيوني بدم على عمر القملي. بسم الله بدأ الكلام، رب الكون رب الأنام، وأذني بالصلاة والسلام على المختار والمرسلين. يا توفيق قال خط الميدان واعلن للعزا والحداد، عم الحزن كل البلاد نرثي أخوة في جليل. عمران أعلنت حزنها واللومي بموت ابنها، يبكي كل من حلها فرقة ذيبها الراحل. يا خط المرثية يا قلم عبر عن عميق الألم، وبكي يا عيوني بدم على عمر القملي. رحمة الله تخشاك يا عمر واسكنك فسيح جناته. صادنا مؤلمة موجعة ما صدقت ما أسمعها، حناناتي ذنب دمعه قال لي شكل أخوك راحل. أهلها يغيرون العلاج الفشل في الجسم هاج، يسبب لها الانزعاج ما فكرت أن يرحل. وصل عندي بوقت الغداء مع عبد وعادلته، غدينا جلسنا سوا وما نعلم بذي واصله. جابرت وماسك يده قلنا عادي بالفايدة، أخوك عمر قرب ساعته، أخوك عمر خلاص راحل. راح قلت لك وننطق بخير، خلي الأمل فيك كبير، بإذن الله عدكم بخير تعود أحسن من الأولين. قلت ابقى معايا قليل، قالوا بنشد الرحيل، نسق عمر لأجل الغسيل على الموعد لزم نوصلي. بعد العشاء اتصال أخوك ما تشد الرحل، صدري ضاق والدمع سال يا قريب ويا باطل. جاني علم بالفاجعة صدمة مؤلمة موجعة، مات الساعة التاسعة قبل ما البلاد نوصل. وسط الخط وقفت أصيح ودمعي من عيوني يطيح، سار الجيد سار المليح حل الحزن في داخلي. كنت أبكي واصح بصوت يا عمر أخي كيف تموت، أعلنت الرحيل بس كنت قصدهم عمر راقدي. أخاك يا موت مسخاك به نفس للحياة راغبه، خليت الدموع ساكبه من فرق الخوي الشري. كيف اكتب له المردية اكتب والعيون باكية، دمعتي الحق الثانية تبكي شقيقي الراحلي. بكتب مرثية بدموعي حني يا شوامخ معي، أعزي كل من يسمعي بلادي واهلها كاملين. يا توفيق قلبها اليوم عليك من فرقاه والله وكيل، الأخ الشجاع الأصيل
محمد القملي يا قهري وكل الغبون شني يا دموع العيون اتصاقد زهور الغصون واشعل نار في داخلي يا قهري عليك يا عسى يا قهري عليك يا عسى دمع العين في كل خد من أبناء هذا البلد يبكي كل شامخ علي كل الناس تبكي عمر يحزن من سمع بالخبر ما غثاش أية بشر عمر راح يا باطلي خواتك كيف فارقتهن يا أخوهن ونور دربهن من فرقاك يا قهرهن موقف صعب حزنه جلي صب الدمع من كل عين حل الأم كان يزعلي تركنا خي وبيروح الوين كان الخوي الشوي يا متليش حزنتنا أخذت الأخ من بيننا عمر كان ضيا بيتنا واليوم الظلم سلمني عاد عمر بعمر الزهو واليوم قد سكن بالذبو يلهمنا بصبر الغفو اللي في سنة معتري أمي زايد حزنها محزون بموت ابنها دمعها وسط عينها بعد قلبها ما زلي وابي كم عليك تهل كان يصيح يا ابني عمر رحمن كان نور البصر يا قهري ويا باطلي من المرض والأحزن يطوف واليوم حل وحش وخوف موت المثل طعن السيوف يا قهري ويا باطلي كم عنا في كم صبر كان رضي بحكم القدر الله يرحمك يا عمر يسكنك جوار النبي أسألك يا رحم ترحمه وبالغفران يلا كرمه واجعل النعم مسكنه أنت القادر أنت الولي بحق ياسين والواقعة تجعل جنتك موضعه يا من رحمتك واسعة يا علي ويا معتلي أعزي الخوات وأخوتي أبي وأمي وكل أبوتي وبيت القملي أسرتي عزايا الجميع يوصلي أعزي أسرتي كلها وقريتي وكل أهلها الأمي ومن حولها عزايا للجميع واصلي عظم أجرنا كلنا عظم أجرنا كلنا يا أخواني ضعمت العنا عمر غاب من بيننا ما ننساه طول السنين والشكر الجزيل للرجال ذي سند والحمل شال ما يكفيش حبر المقال في ذكرانهم أجمعين مشكورين كتب أجركم عظم أجرنا وأجركم يا من باذل جهدكم في المرض والموت الظنين مشكور كل من قد حضر ومن عزى ومن جاء قدر نرتضي بحكم القدر ونحمد أرحم الراحمين رحل عمر وقفى وراح من الجميع نطلب سماح كان في جد أو في مزاح عليه نكون متراضيين والختم الصلاة والسلام ما شنت مرزون الغمام ترشى المصطفى كل آن وعليه والصحابة أجمعين ويا من للقصد سامعه ربي رحمته واسعة الإخلاص والفاتحة ترشم